11 عاما مضت على ميلاد بي إن سبورتس الإخبارية، الوجهة التي اكتسحت الساحة الإعلامية الرياضية من المحيط إلى الخليج. القناة الإخبارية لمؤسسة بي إن الإعلامية تمثل القلب النابض لكل ما هو جديد، وبعد سنوات كتب فيها جنودها الأخبار بأنامل ذهبية، يأتي التغيير والتجديد بفتح صفحة متجددة في دفاترها، وهدفها الثابت قائم ولا يزال مستمرا، وهو السبق الصحفي وبالمجان لكل المشاهدين أينما ولوا وجوههم. طبعا احنا سعيدين جدا اليوم في اخواننا الصحفيين. الخطه البرامجيه اللي احنا حاطينها حق تغطيه كاس العالم خطه ما شاء الله، يعني تم اعدادها على فتره طويله، وراح يشاركنا في التنفيذ ان شاء الله وجوه جديده باذن الله. نتمنى ان شاء الله انها تحوز على اعجاب الجمهور، ونتمنى ان شاء الله ان هذه تكون انطلاقه جديده بعد 11 سنه من النجاح للقناه الاخباريه. من محاسن الصدف ان هذه الانطلاقه الجديده تاتي بالتزامن تقريبا مع انطلاق الحدث العالمي الابرز الذي ينتظره الجميع، وبطولة كأس العالم بقطر 2022. فالجميع في إدارة الأخبار وفي باقي الإدارات المعنية اشتغلت بجد خلال شهور وشهور من أجل إعداد هذه الانطلاقة الجديدة بحلة جديدة وبنفس جديد وبعدد من الوجوه الجديدة. نتمنى التوفيق للجميع، والحكم في الأخير سيبقى للجماهير. أول مصدر لآخر خبر هو الشعار الجديد للقناة الإخبارية، وهو التزام بأن تتوفر المعلومة كمصدر لكل محب وعاشق للرياضة بمختلف ألوانها وأنواعها. طبعا هي راح تكون بداية جديدة مثل ما ذكرنا، بروح جديدة، باستديوهات جديدة، بمضمون جديد، بوجوه جديدة. فيعني نتمنى أن تكون تليق بذائقة المشاهد. حاولنا قدر الإمكان إحنا وكل من في غرفة الأخبار من إدارة عليا إلى أصغر موظف في غرفة الأخبار بأننا نكون يعني بقد الحدث، مثل ما يقولون حدث كبير قادم هو كأس العالم. أكيد بي إن سبورتس الإخبارية تريد أن تواكب هذا الحدث. 18 ساعة مباشرة تبدأ من ساعات الصباح الأولى 9 صباحا وتنتهي في ساعات الفجر الأولى من اليوم التالي. نريد أن نكون أول مصدر لآخر خبر، نريد أن يكون مراسلونا أول من يصل آخر من يغادر، كما يقول الشعار الجديد لبي إن سبورتس الإخبارية. وبمناسبة الانطلاقة الجديدة شهدت استوديوهات الإخبارية حضورا مميزا لعدد كبير من الصحفيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين واكبوا الأجواء خلف عدسات الكاميرا ليعيشوا الكواليس في انتظار البث الذهبي الجديد. شعاراتهم اللي مختارينها هذه السنة أنهم دائما متواجدين في البداية وفي نهاية كل محفل وكل عمل رياضي، فنتمنى لهم اليوم التوفيق. الله يوفقنا ويوفقهم، سيروا احنا خلفكم إن شاء الله. طبعا نتمنى الخير في الانطلاقة الجديدة والتوفيق لكل الزملاء، وإن شاء الله أنه في هذه النسخة من كأس العالم تكون نسخة استثنائية من التغطية الإعلامية من شبكة بي إن سبورتس الإعلامية. وأيضا انضمامي لبي إن سبورتس الإخبارية لا شك بأنه راح يضيف لي تجربة غنية وأثرية في مسيرتي المهنية. أول مصدر لآخر خبر هو الشعار الجديد لقناة بي إن سبورتس الإخبارية، التي تفتح صفحة جديدة في مشوارها قبل أيام قليلة من انطلاق العرس العالمي كأس العالم فيفا قطر 2022. عفيف الزرقي، بي إن سبورتس، الدوحة.